خبر غريب جدا عن نادي الزمالك. في مثل بيقولك اقرع ونزهي، في مثل تاني بلاش نخش في الخبر. الزمالك بيرفض كل العروض المقدمة لاخوان بزيرة لاعب نادي الزمالك. هو فعلا جاله عروض؟ هو جاله عروض ولا لا؟ طيب سؤال مهم جدا، هل اخوان بزيرة لوحده يكفي؟ سؤال مهم جدا. طب السؤال التاني بقى، السؤال التاني، لو جالك فيه 3 4 مليون دولار، 200 مليون جنيه، ما تبيعوش؟ بيعوا وهات 3 4 حلوين. ما تجيبش واحد حلو و10 لا، هات 4 حلوين. 4 حلوين او 4 جيد احسن من واحد ممتاز. ده مهم جدا. هل لو خوان بزيرة جاله عرض مغري، مبلغ كبير، احنا حالتنا ضنك، نبيع ولا نخليه؟ رأيك في الكومنتات، لايك الفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، مهم جدا. سلام.